أهلا بكم. بدءا من يوم غد وإلى غاية الجمعة المقبل مقاييس الحرارة سترتفع وقد تصل إلى 47 درجة ببعض أقاليم المملكة. نشرة إنذارية مفصلة بعد لحظات. بعد الظهر أجواء حارة منتظرة بمنطقة الشرق بالجنوب الشرقي بجنوب البلاد وبالسهول الشمالية والوسطى، في حين ستكون السماء غائمة بالأطلس المتوسط بجنوب الريف وبشرق السايس وصافية بباقي الجهات، ثم بالسواحل الوسطى والجنوبية وبجنوب منطقة الشرق ستهب الرياح مع احتمال تطاير الرمال. أثناء الليل ستتواصل الرياح وتطاير الرمال بالجنوب البلاد، كما ستبقى الحرارة مرتفعة بالمناطق الداخلية وستستمر كذلك الغيوم بالأطلس المتوسط بجنوب الريف وبشرق السايس، علاوة على الضباب المتمركز بالسواحل الشمالية والوسطى. في الصباح ستشهد السواحل الوسطى والشمال الغربي للمناطق الجنوبية تكون غيوم منخفضة، فيما ستكون السماء صحوة بباقي ربوع المملكة، فضلا عن هبوب رياح قوية على جنوب منطقة الشرق، الرياح التي قد ينتج عنها تطاير الرمال بهذه الأخيرة وقد يطال الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. بالنسبة لدرجات الحرارة فستتراوح بعد زوال اليوم ما بين 24 درجة بالصويرة، 43 درجة بمدينة الرشيدية، ستسجل 36 درجة بوجدة، 34 بفاس ومكناس، 37 بمراكش، و 36 درجة بمدينة السمارة. المحرار في الصباح سيشير إلى 22 درجة بمدينة طنجة، 16 بالعاصمة الرباط، 19 بالصويرة، 20 بالسمارة، 19 بمدينة أكادير، 21 درجة بالعيون بالداخلة والقويرة. نتعرف اللحظة مشاهدينا على مواقيت شروق وغروب الشمس ليوم غد. هنا بالبيضاء ستأتي عند الساعة 6:28 والثامنة و49 دقيقة على التوالي. طلوع القمر عند تمام 2 صباحا والأفل في 1 زوالا و6 دقائق. موجة حر متوقعة طيلة يوم غد الأحد، مقاييسها ما بين 47 و 43 درجة، فحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، كما هو مبين على خريطة اليقظة الرصدية، موجة الحر هذه ستهم شفشاون، الحسيمة، بركان، وجدة، أنجاد، دريوش، خنيفرة، إفران، الحاجب، الناظور، بولمان، قرسيف، تاتا وصفرو. بهذه النشرة الخاصة ننهي النشرة الجوية. أترككم مع أخبار الظهيرة ونلتقي مساءً.